السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة ثابت. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي وسريعة جدا. طبعا الناس كلها بتعملها، بس دي طريقتي في الوصفة. يا رب تكون كويسة وتعجبكم وتجربوها، وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم الوصفة. وخليكم بقى معايا. هنقول دلوقتي الطريقة بالظبط، ويا رب تعجبكم. ونبتدي الطريقة. احنا عاملين رز بسمتي بالكفتة وكفتة يعني، مش بالكفتة، لا، رز بسمتي وكفتة. هنقول دلوقتي المقادير. معايا بصل، بس بصل كتير لان دولت 2 كيلو لحمة مفرومة. معانا بقدونس، معانا 2 كيلو لحمة مفرومة. كوباية برغل منقوعة في مية سخنة ومتصفية. والتوابل دولت نشا، معلقتين نشا وملح وفلفل وبابريكا. ديت التوابل بتاعت الكفتة. هنحط دلوقتي كم معلقة بقسماط مطحون بتاع 3 معالق، لان 2 كيلو كفتة طبعا او لحمة مفرومة كمية يعني. 3 معالق بقسماط مطحون هنحطهم. وحطيت معلقة النشا طبعا مع التوابل. النشا بتخلي الكفتة ما تكشش. طبعا البصل انا فرمته في الكبة، ودلوقتي بعصره، بنزل مية البصل. نحط البصل بس من غير المية بتاعته مع الكفتة. انا حاطه كده دلوقتي اللحمة والبصل، ومعايا مية البصل علشان لما نصبع بيها الكفتة. ومعانا كوباية برغل، ديت منقوعة في مية سخنة ومتصفية كويس جدا من المية. حطيت دلوقتي كله مع بعض، البرغل والبصل واللحمة والنشا لا، مش لسه ما حطيتوش، والبقدونس. وهنحط التوابل بعد كده، اللي هي دولت معلقتين نشا وملح وفلفل وبابريكا. هنحط كل دوت مع بعضه وهنقلبه تقليب جامد جدا. طبعا انا مرضتش احطهم مع مرضتش اعملهم في الكبه بتاعه البصل. قلت علشان كميه كبيره فممكن الكبه ايه تعصلج او يحصل حاجه. فقعدت بقى اعمل في اللحمه، اقلب في اللحمه كده علشان تبقى فيها خيوط الانسجه بتاعتها. وبعد كده بنصبعها على عصايه شيش طاووق. دلوقتي احنا بنصبعها كده اهوت. وطبعا ببل ايدي في ميه البصل اللي قدامكم ديت. انا حاطه فيها ملح وفلفل وشويه كاتشب او صلصه، معلقه صلصه وشويه زيت صغيرين علشان تدي للكفته لمعه وتخلي الكفته متماسكه. فطبعا بنصبع كده اللحمه في عصايه الشيش طاووق، وابل ايديا بميه البصل زي ما انتوا شايفين كده اهوت. معلش انا ايدي كانت كلها فيها مطرح تقليب الكفتة وكنت مستعجلة وكده. المهم صبعنا كده الكفتة كلها صينيتين كبار. انا حاطة طبعا الزيادة فوق، قلت علشان لما تكش شوية هتاخد الصينيتين عادي يعني. وبعد كده هوت هنحطهم في الفرن ونعمل الرز البسمتي. انا عامله كيلو رز بسمتي. معرفش الرز البسمتي غلي قوي كده ليه. المهم كيلو رز بسمتي مش عارفه ب95 او حاجه كده. هنجيب الزيت وهنحط الزيت طبعا كميه كويسه علشان كيلو رز هيبقى كتير. هنحط الزيت يقدح كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنحط التوابل بتاعتنا بقى ايه، اللي هي بصل بودر وثوم بودر وزعفران ولومي وماجي وجوز الطيب وقرنفل، كام واحدة قرنفل على جنب دولت، والماجي طبعا مكعبين ماجي. ونحط كل التوابل ديت في قلب الزيت لما يقدح. ليه بقى نحط التوابل لما الزيت يقدح؟ علشان تبقى ريحته مفحفحة كده وجميلة. لما بنحط بعد الرز بيبقى حلو برضو، بس ما بتبقاش الريحة اللي هي يعني. فبنحمر التوابل كلها. واللومي طبعا ادي 2. اللومي بنفتحه بالسكينة، ببوز السكينة كده قبل ما نحطه، علشان بيبقى ليه طعم مميز غير ما بتحطيه سليم.
ببوز السكينة لازم نفتحه قبل ما نحطه. وطبعا حسيت ان الزيت قليل شوية، رحت حاطة حبة زيت. فطبعا كله بيبقى بالنظر كده اهوت. ومعانا كيلو الرز طبعا مغسول ومتصفي، هنحطه. بحط بقية الرز علشان حرام لما نسيب حاجة في قلب الطبق. لازم كل رزاية نحطها، طبعا احنا ايه دقيقين جدا. فهقعد بقى اقلب الرز بالتوابل في الزيت علشان يبقى الرز كله متغلف بالمادة الدهنية اللي هي الزيت يعني. نقعد بقى نقلب نقلب نقلب. انا طبعا مسخنة مية في الكتل، محضراها جنبي يعني، على اساس بعد ما نقلب الرز كله ويبقى مفهوش مية خالص علشان يطلع مفلفل وجميل. هنحط دلوقتي الملح. طبعا الملح انا بحط بالويم، وبعد كده بدوق الحياء بتاعه. لو عايز شوية ملح طبعا نحط، نظبط ملحنا ونقلب كده كويس جدا قبل ما نحط المية. وبعد كده هنحط المية السخنة في قلب الرز. انا طبعا كنت عامله الكميه ديت لان كان في ناس جايين لي يعني، اختي وبنتها. فعملت الاتنين كيلو كفته. وطبعا كنت عامله طحينه وكنت عامله جنبه حاجات تانية، بس طبعا الوصفه دلوقتي على الرز والكفته. فطبعا ما حبيتش ان انا اطلع الحاجات التانية علشان يبقى ده فيديو والحاجات التانية اعملها في فيديو تاني، وما تزهقوش يعني من طولة الفيديو. دلوقتي هنحط المية ونغطيه لغاية اما يتشرب. سبحان الله اتشرب على طول. شفناه دلوقتي اتشرب. انا طبعا بوطي عليه بعد ما اقلبه كده، واوطي عليه واروح برضو مخلياه يتشرب ويستوي يكمل سواه يعني. الوصفة بتاعتنا بسيطة جدا جدا جدا، وان شاء الله تجربوها ويا رب تعجبكم. وبعد كده بقى هنغرف الأكلة بتاعتنا الحلوة دي. بتبقى أكلة خفيفة وسريعة ومش بتاخد وقت كبير يعني. هنغرف بقى كده الرز. طبعا الرز دوت أنا عاملاه في الطبق كده علشان الفيديو. لكن احنا بعد كده بقيت الرز حطيناه في صينية كبيرة وحطينا الكفتة بس طبعا علشان الفيديو فحبيت ان انا احطه في الطبق الصغنن ده. وهنحط الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. وخلاص كده الفيديو قرب يخلص. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان كل حاجة بنزلها تشوفوها وتشجعوني. وشكرا لمتابعتكم ليا.